يا صباح الفل والورد والياسمين على احلى واجمل متابعين في الدنيا كلها، متابعين ام حوب. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نبدا ونسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. جمعه مباركه عليكم كلكم يا رب جميعا. النهارده بقى يا جماعه اول ايام الشتاء عندنا، اول يوم الدنيا تشتي عندنا هو كان النهارده. قمت من النوم لقيت الجو ما شاء الله تبارك الله. هنعمل روتين مع بعض وهنجهز وهنعمل حاجات ومفاجآت حلوة قوي قوي قوي، بس بالله عليكم تحطوا لي لايك فضلا وليس امرا. لو عجبكم الفيديو كده حطوا لي لايك حلو زيكم كده، شجعوني يا بنات، شجعوني يا شباب، عشان خاطر تدوني دفعة كده زي انا ما بديكوا دفعة. بقالي كتير قوي ما عملتش روتينات معاكم، فقلت يا ام حوبه يلا ابدأي بروتين كده كده كده، هنصبن وهنشتغل وهنجهز غدا وفي حمام محشي وفي حاجات كتير. فيلا ما تبقيش بخيله كده، وخليكي شويه حيويه كده، وقومي سمي الله كده. قمت خلصت وقمت الصبح، يعني قمت بدري، جبت عيشي وصليت وحمدت ربنا وقعدنا. ما كنتش لسه فطرت والله، قلت ايه بسرعة كده احط، كنا حوالي الساعة 6 وحاجة كده، قلت املى الغسالة مية واشغل علشان ايه اخلص بدري قبل الصلاة. طبعا يوم الجمعة ده بيبقى تجهيز غدا وكده وبيبقى صلاة. فقلت ايه اروق بقى شوية الغسيل دولت. ما اقولكوش بقى اللي حصل لي مفاجأة، والله مفاجأة، هي كانت كارثة بس الحمد لله رب ضارة نافعة. بصوا بقى يا جماعة، يا دوبك هو ده كان اول دور. حطيت الفواتح، هدوم محمد يا دوبك وهدوم روفان بتاعه المدرسه والدفايات والحاجات اللي هي الداخليه. الفواتح دي كلها تيشيرتات محمد، والباديهات بتاعه روفان بتاعه المدرسه. يا دوبك طلعت اول دور زي ما انتم شايفين كده، ورحت بقى تاني دور. ايه حطيت الملايه، وحطيت الدفايه بتاعه السرير بتاعنا كنت لماهم، ويا دوبك شغلت. وعديك النور قطع بقى، ومش قطع عندنا لوحدنا يعني. يا دوب مليت الغسالة ولفت لفتين، يعني حطيت الدور التاني ولفت لفتين. دي بلوزة روفان بتروح ساعات فيها المدرسة كده وساعات بتلبسها خروج. ما علينا. حطيت الدور ده بقى وزودت الغسالة مية، وتعالي بقى يا ام حبة وابص الاقيلكوا الكهرباء قطع. قلت بقى ايه شوية يا ولاد اما انزل اشوفها قطع عندنا ولا لا ولا عنده كله. لقيتها قطعة في البلد بحل. الاول في الشتاء اللي فات كنت بغسل بشطف الغسيل في الشطاف بتاع البتاعه دي اسمها ايه، الغساله. دلوقتي بقيت بغسل واشطف في الحمام في المجور، وبعد كده إيه اعمله، انشفه يعني. هنا بقى يا جماعه كانت فعلا الكهرباء قطعت خلاص، فقلت افتح بقى إيه البلكونه تدخل لنا شويه نور. بس زي ما انتم شايفين كده الدنيا عامله غيام، السما كلها كانت غيام. ولقيت الجو برد، فقلت بقى ايه اطلع بقى يا مرحاب، بدل ما على ما الغساله على ما الكهرباء تيجي، كان في دماغي ان هي مش هتغيب. قلت اطلع افطر الطيور بتاعتنا بسرعه واروق شويه على السطح. كان المشمع طاير وفي حاجات كنت حطاها فوق على السطح على المشمع طارت. وانتوا عارفين بقى ان الدنيا فيها شتاء، والشتاء ده لازم السطح بتاعي ينكنس. البوكسه دي كانت بره دخلتها جوه، قلت الفراخ تبات فيها وافطر الطيور وامسك لنا ديك حلو كده اذبحه وادعبس لنا كده على شويه حمام، يعني اللي ربنا يرزقنا بيه بقى عشان نجهز الغدا على ما النور يجي. طلعت اعمل الفطار للطيور. لقيتني عايزه اروق شويه شغل في السطح، يعني المكان اللي بحط فيه ما ببقاش عايزه اسيبه. يعني وقفت في المطبخ، معرفش اسيب المطبخ الا لما اخلص الشغل اللي فيه. طلعت فوق السطوح، يبقى مش هعرف افطر الطيور بس وانزل. طبعا كانت روفان هي اللي بتصور لي وكانت واقفه معايا. كان محمد لسه نايم. العشش ديت والاوضه ديت حط عليهم مشمع، لكن الهوا بيطيروا، فكنت حط عليه بلات قش من القش الكبيره التقيله ديت، فطارت. فصحيت محمد وطلعنا بقى ايه عملناهم. ما كانش في الفتره دي محمد لسه صحى. قلت اشوف العشه ديت اعدل عليها، احط لها حته مشمع كده ولا حاجه استعدادا للشتاء. شايفين السما كلها عامله ازاي، كلها ميه. وطبعا شتت بقيت النهار بس مش كتير. اتمنى منكم لو وصلتوا معايا لحد هنا تكملوا معايا الفيديو للنهايه وتحطوا لي لايك علشان فيديوهاتنا كده وقناتنا كده تكبر بيكم ان شاء الله.
جيت خدت المشمع ده اللي هو النايلون ده يا جماعة عشان اخواتي اللي في الدول الخارجية. خدت النايلون ده وطلعت افرده على الأوضة اللي هي فيها شوية الفراخ الحجازي والفراخ اللي معاه الديك والفراخ اللي معاه. لقيت المشمع ده هيبقى صغير، فقلت خلاص يلا مش مشكلة. هبقى اجيب لها مشمع تاني، بس احاول اظبط القش على ما محمد يقوم من النوم، وبعد كده نبقى نكمل مع بعض الشغل. يعني زي ما بيقولوا كده، البيضة اللي لها ودنين يشيلوها اتنين، واحنا طبعا البيضة ملهاش ودنين ملهاش ودان خالص. فانا شلت الليلة كلها لوحدي لحد هو مقام وقال لي امي هتعملي ايه. طلعنا على السطح عدلنا المشمع. الله، اشوف السما لونها جميل ورايقة وصافية وحلوة ازاي من هنا. بس طبعا كنت واقفة على العشة وخايفة. البوكسة دي كنت عايزة اطلعها من مكانها ضيق، والفراخ البراهمة كنت نزلتهم تحت، يعني مش محتاجة بقى ان انا اسيبها هنا. فقلت بقى اخدها انقلها في مكان تاني عند المطبخ في الحتة اللي كان فيها البط، عشان البط انا دخلته خلاص ويا الفراخ في الأوضة اللي فيها الحمام، عشان الفراخ كل ما باجي بذبح ديك منهم. فهبدأ أصفصف فيهم كده لحد ما يخلصوا خالص، ونتضير بقى على البطتين، نخلي بس بطتين للتربية وخلاص. فقلت انقل البوكسة دي من مكانها من هنا. نقلتها وديتها زي ما انتوا شايفين كده في جنب هناك في المطبخ، فوق المطبخ يعني. عايزة بفكر ان انا انقل الفرن القش اجيبه في الحتة دي هنا قريب من الخزان، يعني حتة كن ما فيهاش هوا وحاجات، يعني مش زي الحتة التانية الشمس بتدخل فيه على طول. ان شاء الله لما اجي ابنيه، عشان في ناس كتير سألتني وقالت لي انت ازاي عاملة الفرن ده على السطح يا ام رحاب، وازاي ما بيولعش، ما انتش خايفة يعني ان هو يأذي الصبة وكده. لما اجي ان شاء الله اعمل الفرن التاني ههده بس شوية كده، ههده وهطلع ابنيه معاكم عشان تعرفوا، يعني عشان البنات اللي حابة، يعني بيوفر في الغاز وبيوفر في الحاجات يعني، وبيكون طعم الاكل بتاعه بيبقى طعمه حلو. خلاص نقلت البوكسة، قلت بقى اكنس الارضية، كان فيها شوية قش طايرين من فوق من على السطح. قلت اكنس بقى الارضيه وانضف السطح، عشان خاطر لما دي البلا يا جماعه اللي انا بقول لكم، دي البلات اللي انا بحطها فوق المشمع، بس رغم ان هي تقيله بس الهوا بيطيرها. خلاص كنست السطح برضو في شويه قش شلتهم، والبوكسه دي الصغيره كنت ببيت فيها الفرخه مش هحتاجها، قلت ادخلها في جنب بقى على ما اعمل لها مكان، يعني بنحتاج لها فرخه تطلع حاجه نبقى نحطها فيها. في ناس سالتني على الحمام، قالت لي يا ام رحاب عايزاكي توري لنا طريقه الحمام، ذبح الحمام وازاي تخليه وازاي تحشيه. طبعا يا جماعه انا حاشيه معاكم الحمام اكتر من مره. راحت فين دخلت العشه. عامله معاكم الحمام اكتر من مره. تعالنا نحل يا محمد كده. بصوا يا جماعه، الحمام ما ينفعش يكون اصغر من كده، ده بلدي عشان كده هو رفيع، بس لازم يكون ريشه تمم كبير كده، ما ينفعش يبقى ريشه اصغر من كده، يبقى لسه زغاليل صغيره قوي، عشان الناس اللي بتقولك ما بنعرفش نذبح الحمام في انهي سن. هو كده حلو كده، فاضل لها كام يوم وتطير، انا مش عايزاها تطير، لو كبرت اكبر من كده هتنشف. امسكي يا رفات. النهارده هيبقى حمام وديك هندي، ذبحنا ديك هند اهو. الحمام لو غاب اكتر من كده هيفرق. انا بمسك الحمامه كده سهل خالص الذبحان لو انت عايزه تذبحها على نفسك. لو حد هيمسك عليكي بيمسك معاكي، مش حد هيمسك عليا، انا ماسكه اهو بسم الله، وباجي شده دي كده واجي قطع الجلده مره واحده وتكون السكينه حاميه. هذبح الحمام وارجع لكم تاني. بصوا بقى بنات، الحمام لازم، انا ما بعرفش اخليه وهو عامل لازم اطلع حصلته على طول كده وهو لسه سخن. اول ما تذبحيه ويخلص تبداي تلم الجلده بالراحه كده اهو معاكي، بتطلع بكل سهوله. لكن لما بتسيبيه وتحطيه في ميه سخنه الجلده بتجمد منك. والكلام ده انا عملته اكتر من مره، وناس كتير اصحاب محلات ما كانوش يعرفوا الطريقه ديت وتعلموها، وبقوا يدعولي على الطريقه دي من يوم ما تعلموها. طلعت بكل سهوله كده. خلاص الحمام بقت حصلتها فاضيه خالص اهو، بس قرب خالص.
احنا لسه الصبح والحمام لسه مفطرش، لكن لما بيبقى فاطر بتبقى الحصلة دي مليانة خالص. امي تفضلي وراها تفضلي وراها تشدي في كل اللي موجود من غير ما تقطعي البتاعة اللي هي من غير ما تقطعي زور الحمام. وانتش عارفة جربي مرة في مرة هتبص تلاقي نفسك عرفتيها. ما شاء الله. لسه ما عادش برسيم، مأكلين عيالهم برسيم. جايبين برسيم منين؟ سبحان الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون. يارا يلا احنا ما عدناش بنروح ناخده من حلبها. خذي صغنن، خدي صغنن. خلصوا في ثانية ما شاء الله تبارك الله. طلعي حصل الدك هو كمان. لا خلاص ده يلا. عايزه اقول لكم ان انا على ما خلصت فوق على السطوح كانت الساعه بقت 10:30، كانت داخله على 11. نزلت بقى يعني ما كانتش، لا هي كانت داخله على 10، كانت 9 وحاجه، كانت داخله على 10. نزلت بقى ريشت الديك وريشت الحمام وبدأت اعلق بقى على الغدا علشان خلاص. وكانت برضو لسه الكهرباء ما جاتش، كان لسه النور قاطع. قلت يلا فرصة مادام النور قاطع ابدأ انا بقى ايه اجهز الغدا بتاعنا عشان نلحق نتغدى ويا الحاجة. النهاردة بقالنا كتير ما اتغدناش مع بعض. طبعا احمد فيه البركة، وطول ما هو هنا يعني اللي موجود فينا بيسد، يعني ربنا يخليها لنا يا رب. ده الديك بتاعنا. واتمنى طريقة الحمام تكون عجبتكم، لان في ناس سألتني في الفيديوهات اللي فاتت. في واحدة قالت لي يا ام رحاب يا ريت تعملي لنا حمام لما كنت عاملة حمام العزومة عند عمي. في واحدة قالت لي عايزاكي تعملي لنا الحمام علشان انا عايزة اعرفه. فانا حبيت بقى ان انا اقول لكم على طريقة خليه وطريقة، هتشوفي طريقة خليه. وكمان لو عايزين تشوفوا الفيديو بتاع الحمام بالتفصيل وببطء يعني بهدوء مش متجري، يبقى تتابعيني على صفحتي على الفيس. صفحتي على الفيس اسمها اكلات ام رحاب، اكلات ام رحاب، وهسيب لكم الرابط بتاعها او اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت. اتمنى تشرفوني عليها، وجودكم فيها يسعدني كمان. وغير كده كمان هتشوفي فيها حاجات مختلفة عن اللي على القناة، وفيديوهات يعني ما بتتعداش ال10 دقايق، بتبقى تصوير يعني غير كده خالص. ان شاء الله هتعجبكم. خلاص غسلت الحمام وفتحته وغسلت الديك ونقعتهم في ميه ودقيق وليمون وملح. دي بقى طماطمايه مع بصلايه مع شويه لورا وحبهان، وحطيت لها كبابه صيني، وحطيت لها شويه فلفل اسود، وحطيت سنه صغيره من الكمون. بدعكوا بقى مع بعض كده كويس علشان خاطر بيخلي الشوربه طعمها حلو ويخلي ريحتها حلوه. خلاص ده الديك بتاعنا غسلناه ما شاء الله تبارك الله. الفراخ الهندي يا جماعه احسن من البلدي مليون مره. شوفوا الديك بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان احنا اتغدينا بالنص اللي ورا والله ما كملناه هو والحمام. الناس اللي كانت بتسالني، كان في اخت بتسالني بتقول لي يا ام رحاب هو انتوا بتاكلوا الرجلين؟ اما بتكون رجلين فراخ من اللي هي الكبيره ديت بتبقى رجلها كبيره وحلوه، لما بتستوي بتبقى طعمها حلو قوي، فبتبقى حلوه، فاحنا عشان كده بنحبها. تعالوا بقى نجهز خلطة الحمام يا جماعة. انا معايا طاسة هنا على البوتاجاز، حطيت فيها معلقة سمنة، وحطيت فيها بصلة كبيرة مبشورة او بصلتين مبشورين، يعني مش هنكتر الرز عشان الخلطة تبقى مظبوطة، وعشان يديك الطعم حمام تاكليه تحس كده فعلا ان انت بتاكلي حمام. بعد البصل لما اتبلت شويه صغيرين نزلت عليهم بقرنين فلفل حلوين. حابه تحطي فيهم فلفل حار تحطي، مش حابه ما تحطيش. معايا كبد الحمام ومعايا كبده الديك قطعتهم كلهم، وكمان نزلت بيهم برضو على البصل والحاجات اللي معانا ديت. هنقلبه كويس بعد ما اخد الصدمه، هنقلبها كويس وهننزل عليها بقى بشويه رز. عايزه اقول لكم ان هما شويه رز صغيرين خالص، يعني لو هتعايري كده تحطي في كف ايد واحدة حبة صغيرين في كف ايدك، عشان على قد كل حمام. حطيت هنا معلقة ملح ومعلقة كمون كبيرة ومعلقة فلفل اسود كبيرة،
ولو عندك بتاع حبهان مطحون تحطي شويه. هنقلب الحاجات دي كلها، ولو حسيت ان هي عايزه ملح او كمون او فلفل تاني هتحط لها. بعد ما اتشوحت كويس نزلت عليها بطماطمايه. هيستغربوا يقولوا انت حاطه طماطم ليه يا ام رحاب؟ الطماطم دي مش هتتشوح مع الرز، هتبقى يعني تعتبر كده إيه نيه يا جماعه، بتدي طعم وريحه حلوه قوي في الحمام. جربيها وقولي لي رايك في الكومنتات. انا كنت خاليه معاكم الحمام ازاي تخليه وازاي تعدي الرز من هنا لحد ما يوصل الحصله، كل ده خليه، بس للاسف عشان الفيديو طويل ما قدرتش انزله لكم على الفيديو ده، فقلت هنزله لكم فين؟ هنزله لكم على صفحتي على الفيس عند اكلات ام رحاب. هجيب لك طريقه الحمام من الالف للياء، من اول ذبحه لحد ازاي تطلعي حصلته لحد تطلعي ازاي تخليه علشان خاطر ما يتقطعش منك ويطلع منك زي بتاع اللي انت بتشتريه كده او بتاكليه في المطاعم الكبيره كده. واقولك على اسرار ان شاء الله هتعجبك وهتفيدك. تعالوا بقى هنا الديك في الشوربه بتاعته غليت، كنت زودته وغليت. تمسكي الحمامه كده تحطي البوز بتاع الزور بتاعها في الميه شويه صغيرين تسخن، وبعد كده تنزلي بيها على ظهرها مش على الصدر علشان خاطر ما تفرقعش منك. حطيته بقى وهديت عليه النار لحد ما استوى. على فكرة الحاجة لما بتبقى على نار هادية بتستوي احسن من ما تكون النار عالية قوي. هبدأ بقى احمر يا جماعة. معلقة سمنة حلوة كده حطيتها في الطاسة علشان خاطر انا هحتاج بعد كده اعمل فيها فتة. وصلت لحد هنا، اتمنى تدعميني بلايك وشير لحبايبك، ويا ريت كومنت حلو كده ودعوة حلوة كده. ربنا ما يحرمني منكم ويخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي يا رب العالمين. ده خلاص انا مرضتش احمر بقيه الديك يا جماعه عشان عارفه ان هو هيبقى كتير علينا. ما شاء الله تبارك الله، الف هنا يا رب على قلبنا وعلى قلبكم، على قلب اللي شاف وعلى قلب اللي كل وعلى قلب كل متابعيني. الفراخ الهندي بتبقى وزنها تقيل، والديك ده كمان لسه ما كسرش، لسه صغير لسه شاب، ما هوش عتقي. ما عدتش بحبهم يفضلوا يعتقوا علشان يبقى طعمهم حلو. قطعت بقى بعد ما خلصت تحمير، حطيت كمان معلقه سمنه على نفس مكان التحمير، وده رغيفين 3 عيش من بتاع اللي هو الطابونه ده. ولو عندك عيش قمح برضو بيبقى حلو قوي بيها. بنحط لهم معلقتين السمنه ومضع التحمير وتقلبيه كويس، يديكي ريحه حلوه لحد ما تحمصيه ويحمر معاكي زي ما انت شايفاه كده. بعد كده بتسقيه شوربه، بس مش بتسقيه شوربه كتير، بتسيبيه كده مشفشف كده زي ما بيقولوا، او ناشف بس مش ناشف قوي، بيبقى حلو. وده كان الغدا بتاعنا النهارده، وده كان الروتين بتاعنا النهارده. الروتين ده خد مني طول النهار. وبعد كده بقى غسلت كملت لما الكهرباء جات بعد ما اتغدينا، صبنت ونشرت الغسيل وخلصت يومي كله. كان يوم كلته حيوية ونشاط وجري وشغل، لكن الحمد لله بتحسي براحة بال لما بتخلقي خلصت شغلك. خلاص خلصنا الغدا هنجهز وننزل. نزلنا عند الحاجة، والحاجة كانت راقدة تعبانة طبعا، انتوا عارفين ان هي واخدة جرعة اول امبارح وكانت رافضة الاكل. بحمد ربنا الحمد لله اللي هي قدرت تقعد معايا ورضت تاكل. وكان كمان لقيت مرات اخويا برضو منزله لها لحمة برضو واكل. قعدت تقول لي والله العظيم مرات اخوكي منزله، قلت لها لا مش هنعرف ناكل الا ان قعدتي كلتي معانا. والحمد لله ربنا يشفيها ويتم شفاها ويشفي كل مريض يا رب. شايفين الهوا بيعمل ازاي؟ اتمنى حبايب قلبي روتيننا النهارده يستحق فعلا مليون لايك. اتمنى ترفعوا الفيديو باللايكات والشير لحبايبكم، وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.